في نص قرية من العصور الوسطى، الشاب دروب يجري بكل يأس علشان متأخر في الرجوع لبيته، وبينزل بسرعة على أرصفة القرية. الشاب بيقابل أخوه ترينت، وبيلاحظوا إن قمر الصياد بدأ يطلع، فبيقرروا يرجعوا البيت بأسرع ما يمكن. الشباب عارفين إن أول ما القمر ده يظهر في السماء وحش داخلي بيتنبأ، علشان كده بيحاولوا يخرجوا من القرية في أسرع وقت وهم متراقبين من الوحش. بعد كام دقيقة على الطريق، الأخين قربوا من بيتهم اللي في الجبال، وأول ما تيلي بتلاحظ وصول ولادها بتأمرهم يدخلوا فورا علشان العشاء قرب يجهز. وبعد شوية الست بتلاحظ إن الولاد بيطاردوا من مخلوق ليلي، وبتقرر تنبه جوزها ماك اللي قلقان من قمر الصياد علشان ما شافوش ولا واحد منهم بقالهم سنين طويلة. رغم كده تيلي بتقول إنهم لازم يقولوا لابنها الحقيقة بعد العشاء مباشرة، وبيقرروا يقعدوا على الترابيزة عادي. وفي وقت الأكل دروب بيحس بإحساس غريب في جسمه، كأن عظامه بتتحرق. ولما ترينت بيسمع كده بيتريق على أخوه وبيسرق طبقه. الشاب الغضبان بيحاول يسترد أكله، بس ضوء القمر بيوجع ايده، وتيلي بتلاحظ اللمعة اللي في عين ابنها، فبتقرر تتصرف بسرعة. تأمر ترينت يجمع القطيع جنب أبوه، ورغم إن الشاب متردد بيطيع أمه. كده دروب يبص على القمر تاني، بس فجأة بيبدأ يحس بحاجة أسوأ بتحصل لجسمه، وتيلي بتقول ان ابنها لازم يمشي فورا. الست متدمرة من الموقف وبتطلب من ابنها يستعد، ولما بتلاحظ الوحش بيقرب بتجري علشان تقفل الباب بسرعة. بعد كده بتبعد، ولما بتشوف الوحش هيهاجم ابنها الست بتيأس وبتهجم على الوحش وهي بتصرخ بغضب شديد. براو ماك وترينت بيسمعوا صريخ تيلي وبيجروا علشان يساعدوها. رغم مهاراتها القتالية الكبيرة، الست بتلاقي نفسها أضعف من سرعة الوحش اللي بيوجه ضربة قوية لظهرها. وبعد ما بيهزم خصمه الوحش بينجح في القضاء على تيلي. ولما دروب يشوف المشهد ده بيغضب وبيبدأ تحوله. أول ما بيقف على رجليه تاني الشاب بينطلق علشان يهاجم خصمه، بس قبل ما يقدروا يواجهوا بعض الوحش بيلاحظ إن ماك وترينت وصلوا خلاص للمكان، وبيجري علشان محدش يشوفه. والأخين بيحاولوا يكسروا الباب المقفول، ودروب يجري علشان يساعد أمه اللي بتطلب منه يروح مملكة براكن هولم ويدور على الدوك بيرجن. في اللحظة دي الست بتموت متأثرة بجروحها، وماك بيلاحظ ذراعين الشاب المستذئبة وبيستنتج إن هو السبب وبيضربه بسيفه. لكن درو لسه عايش، وقبل ما يتعرض لهجوم تاني بياخد سيف أمه وبيهرب من الشباك. في ثواني قليلة الشاب بيطارد من كذا واحد حوالين الجبال، وترينت بيقول إنه هيقبض على أخوه المستذئب وينتقم لتيلي. أول ما بيوصل لقمة الجرف درو بيلاقي حفرة ضخمة في نص الطريق، وقبل ما يقدر يمشي بيتفاجئ بترينت اللي بيهجم عليه. رغم كده الشاب بيرفض يهاجم أخوه، وبعد ما بينزع سلاحه بيكسر فاسه. بس بعد شوية دور بيتفاجئ بكمية المحاربين اللي بيحاصروه، وقبل ما أبوه يقضي عليه بيقرر يهرب. فالشاب بيقفز قفزة ضخمة لحد طرف الجرف التاني، وبعد كام دقيقة جري بيقابل 2 حراس معاهم خريطة لمملكة براكن هولم. درو بيلاحظ إن المدربة الشابة مشيت، فبيحاول يقرب منها علشان يسرق الخريطة، بس في اللحظة دي بيقع في فخ. ويتلي الغاضبة بتسأل الشاب عن نواياه في الغابة، وبيقولوا إنه لازم يلاقي الدوك بيرجن في أسرع وقت. أول ما بتسمع كده الشابة بتقوله إنه زعيم مهم جدا عمره ما هيهتم بواحد بسيط زيه، وبتأمره يمشي. درو متلخبط وبيسأل ليه الراجل ده مشهور أوي كده. ويتلي بترد إن الدوك ده متحول قوي حمى مملكته في أسوأ الأوقات. وبكده الشاب بيكمل رحلته، وعلشان يقدر يوصل لبراكن هول الشاب بيقرر يمشي وراها. بس في اللحظة دي المحاربة بتبدأ تسمع صرخات المعلم هوجن. بسرعة الاتنين بيجروا ناحية مصدر الصوت، ولما بيلاقوا الراجل المصاب بيدركوا انهم في نص معسكر من البدائيين. اخطر تهديدات في الغابة. بيحاول المحاربين يهربوا وهم شايلين الراجل المصاب، ولما بتلاحظ ان حصانها بيتضرب الشابة بتنطلق علشان تحميه. بسبب الفوضى اللي في القتال الخريطة اتحرقت بشعلة البنت، وقبل ما يقدر درو يستردها اتهاجم من واحد من البدائيين. قبل ما يخلصوا عليه الشاب بيستخدم قوته المستذئبة وبيجيب سيفه، وده بيسمح له انه يشن هجوم قوي على الوحش. وبعد شوية الشابة بتدرك ان هوجن اتسمم، وبيقرروا سوا يدوروا على طريق يرجعوا بيه لبراكن هول علشان يقدروا ينقذوا حياة مدربهم. بعد كده الاتنين بيمشوا بحذر في الغابة، وهم بيستخدموا الحصان علشان ينقلوا الراجل من غير ما تخيلوا ان الوحش بيتبعهم. وفي نص الطريق ويتلي بتلاحظ انهم لقوا شوية رمار، ودي مادة قادرة على معادلة السموم. ودروب يجري يجيب الترياق. في ثواني قليلة الشاب بينجح يوصل للنباتات، بس قبل ما يقدر يقطفها بيتفاجئ بعنكبوت مرعبة بتحبسه في شبكتها اللامعة. بسرعة المحاربة بتجري علشان تنقذ صديقها، بس بتتخبط بسهولة وبتتعلق من غصن من الأغصان.
باستخدام قوته الخارقة دروب ينجح يتحرر من الشبكة وبيوجه ضربة قوية للعنكبوت العملاقة اللي بتطير بعيد. بعد كده المحاربين بيستنوا لحد ما مفعول سام هوجن يروح، وخلال الكلام الشابة بتكشف ان الشاب متحول زيها بالظبط، ودرو متلخبط وبيسأل صديقته بتقول ايه، وبتقول له ده بلغة مختلفة. لما بتدرك ان الشاب ما عندوش اي فكرة عن اللي بيحصل، ويتلي بتقول له ان خلال حكم ملك الذئاب كل المتحولين في الممالك كانوا عايشين في سلام، بس في يوم من الايام ظهرت الاسود، ونتيجة لكده منطقة ليزا فقدت اتحادها، وكل الممالك السبع عانت من تصرفات الملك ليوبولد الشريرة. بعد شوية الشابة بتشرح ان الدوج بيرجن بيجهز تمرد، بس قبل ما يقدروا يكملوا الكلام بيعرفوا ان هولان صحي. في اللحظة دي التلاتة بيتفاجئوا بالبدائيين وبيحاولوا يهربوا قبل ما الوحوش تمسكهم. بعد كام دقيقة جري المجموعة وصلت لبوابات براكن هولم، بس قبل ما يقدروا يدخلوا اتحاصروا بالوحوش. في نفس الوقت دروب يتمسك من وحش الفيران، ويتلي بتستخدم بوقها للطوارئ بسرعة. الشابة جريت مع سيدها ناحية البوابات، وقبل ما الشاب المستذئب يقدر خصمه يقضي عليه ظهر محارب دب كبير فوق السور. بعد كده مباشرة المتحول بيهاجم البدائيين وبيستخدم فأسه للقضاء على كل واحد فيهم. في نهاية القتال الدب بيرجع لشكله الطبيعي، ويتلي بتكشف ان ده ابوها اللي معروف كمان باسم الدوج بيرجن. البنت متحمسة وبتقول انها لقت مستذئب، بس الراجل بيرفض يصدقها وبيأمر درو يمشي. ويتلي بعد كده بتبقى متلخبطة جدا، وقبل ما الحراس يقدروا يطردوه الشاب بينتهي بيه الامر انه يتحول لشكله الذئبي. الشابة بتتفاجئ لما بتشوف المشهد ده، بس في الوقت ده بالظبط الراجل بيمسك درو تاني وبياخده لجنود الاسد. بفضل كده درو بينتهي بيه الامر انه مسجون في نص المملكة. وبعد كام ساعة بيجيله زيارة من براجن اخو ويتلي اللي بيقول ان الشاب هيقدر يتكلم مع الدوك اول ما الاسود تمشي. ويتلي بتلاقي مجموعة من جنود الاسد بيعاملوا واحد من فلاحين المملكة بوحشية، وبتقرر تواجههم باستخدام عصاها علشان تضرب الرجالة بفاكهة الباعة. في اللحظة دي الشابة بتتفاجئ باللورد فانن اللي عقابا لتعرض حرسه للهجوم بيعمل سحر على محصول الراجل وبيبوظ كل برتقانه. بعد شوية الشرير بيمشي، وويتلي بتدرك انه مصاحب لهيكتور، فبتستخدم مهاراتها في التخفي علشان تبعد الشاب عن سيده. وبعد ما بتكتشف ان صديقها بيتدرب على يد سيد الفنون المسرحية بتطلب منه يساعدها في سجن المملكة. الاتنين مشوا لزنزانة درو، بس الشاب كان متضايق تماما من ويتلي، وبعد ما بيخوف هيكتور بمسكة بيأمرهم يمشوا. بعد كده البنت بتاخد هيكتور لقمة القصر، وصديقها بيشرح انها متأكدة ان السجين مستذئب. قبل ما يقدروا يكملوا كلام الاتنين ادركوا ان الدوج بيرجن بيقرب من قادة ليون اللي كانوا بيزوروا المملكة جنب الامير لوكاس ابن الملك ليوبولد. فبيقرر هيكتور يرجع أوضة سيده، ولما بيدور على دفتر ملاحظاته بيدرك ان درو سرقه، واللي بيبدأ يقرأ كل ملاحظات الشاب. بفضل كده الشاب بيكتشف ان المتحولين ما ينفعش يتأذوا غير بالفضة او سحر النار او افراد من نفس نوعهم، وغير كده هم غير قابلين للتدمير تماما. بعد شوية درو بينجح في الهروب من السجن بقدراته الجديدة، وبيجري فوق أسطح المدينة ناحية بيت الدوج. في القصر قادة ليون بيسألوا بيرجن عن السجين الحالي اللي اتمسك. ويتلي بتقول انها هتروح تدور عليه. فجأة درو بيطارد من صديقته اللي بتحاول توقفه وهو بيجري ناحية الشجرة العملاقة. لما بيدرك ان مفيش قدامه اي طريقة للهروب المستذئب بيقفز من السطح. بعد كده الاتنين بيواجهوا بعض، وبعد ما سلاح البنت بيتنزع منها بترمي نفسها على خصمها، وده بيخليهم يقعوا على الارض. في اللحظة الاخيرة درو بيوقظ قوته الحقيقية كذئب، وقبل ما يخبطوا الارض بيتحول لمستذئب. بعد ما بيقعوا ويتلي بتجري تطمن على صديقها، واثناء عبورهم المملكة في واحد من التليفريك قادة ليون بيقابلوا المتحول الشاب. لما بيشوفوا ظهور المستذئب كل الفلاحين بيهللوا درو اللي بيفرحوا لما بيكتشفوا انه اقوى سلالة من المتحولين ظهرت اخيرا. ويتلي غضبانة ان صديقها عرض مملكتها للخطر، فبتوجه له ضربة قوية بتوقعه مغمى عليه، والامير كان غضبان ان حكمه في خطر. تاني يوم ولاد الدوج بالذروة من البارون هوف وابنه فينسنت اللي جم ومعاهم جريتشن بنت عم الشاب اللي هي خطيبة الأمير لوكاس. في نفس الوقت بيرجن بيتكلم مع درو في بيته وبيسأله ليه الشاب شايل سيف كاست اللوبو معاه. الذئب بيدعي ان السلاح كان هدية من أمه. وأول ما الدوج بيسمع اسم عيلة الشاب بيدرك انه واحد من ولاد ورارة ملك الذئاب السابق. رغم انه عايز يساعد المتحول بيرجن بيشرح انه ما ينفعش يعرض حياته للخطر لأنه في الماضي اتقضى عليه تقريبا بسبب مساعدته لأفراد مملكة المستذئبين. وبعد ما بيعتذر بيمشي، وفي اوضته الامير بيأمر فانن يرافقوا لزنزانة درو علشان يقدروا يستجوبوا السجين ويكتشفوا نواياه لعرش الملك. بعد كده الاتنين مشوا المكان، ومهما حاول الشاب يتظاهر بانه شخص عادي بيغضب بسهولة منهم، وبيكتشف انه اللورد الفار اللي كان بيطارده. بعد كده هيكتور بيجري على مكتب الدوج
وبيكشف لأصحابه إنه اللونين على وشك القضاء على درو. التلاتة لازم يجروا علشان ينقذوا حياة الذئب اللي بيستهدفوا كذا هجوم. درو كان يائس وبيقول إنه كل اللي عايزه يتعلم إزاي يتحكم في شكله الذئبي، وأول ما لوكاس بيسمع كده بيأمر اللورد يستمر في مهاجمته. في اللحظة دي التلاتة بيوصلوا زنزانة صديقهم، وبعد ما براجن بيمسك الأمير بيأمر فانن يفرج عن الذئب. أول ما اللورد بيسمع كده بيرمي درو بعيد، وده بيضطر الأخين يمسكوه علشان ما يقعش من مئات الأمتار. بعد شوية برجن بيوصل للمكان وبيأمروا اللونين يطلعوا من سجنهم، وفانن بيقول إنهم هياخدوا المتحول للملك ليبولد علشان يقدروا يقرروا هيعملوا بيه إيه. بالإضافة لكده لوكاس بيأمر بتقديم موعد زفافهم وإنهم يبدأوا التحضيرات للحفل فورا. بعد كده بيبدأ زفاف جريتشن والأمير، وأول ما بيلاحظ إن هيكتور وولاد الدوق مش موجودين بيغضب وبيأمر بسرعة إنهم يتلاقوا. التلاتة ماشيين في الممرات وهم بيحاولوا يتجنبوا إن حراس ليون يمسكوهم، وبعد ما بيقابلوا الملكة المستقبلية بيستخدموا ممر سري بيوصلهم بره. وبعد شوية المجموعة بتقابل براجن وبرجن قدام التلفريك، وبعد ما بيرجعوا سيف درو الدوق بيقول انه مصدق كلامه وبيتمنى له التوفيق. قبل ما الذئب يقدر يمشي المجموعة اتحصرت بسرعة من اللونين، وعلشان يكسبوا وقت ويتلي هجمة الأمير، وفانك كازن ضرب هيكتور علشان يعاقبه على خيانته. خوف الغاضب بيعلن انه مش هيسمح بهجوم على واحد من البور، وأول ما اللورد الشرير بيسمع كده بيقطع الراجل العجوز بسكينة فضة، وده بيخلي البارون يتقضي عليه في نفس اللحظة. برجن بيلاحظ ان صاحبه العزيز اتصاب بشفرة فضة وبيقول ان النوع ده من المعدن ممنوع، ولوكاس بيكشف ان كل الرجالة مجهزين بسيوف خاصة. براجن وويتلي بيدركوا ان مفيش قدامهم اي فرصة فبيضطروا يستسلموا، وعلشان يقضوا على عدوهم الامير بيتحول لاسد ملكي عظيم. بعد شوية لوكاس بيهاجم درو وهو بيستخدم قوته الخارقة علشان يرفس الراجل المجنون اللي بيطير بعيد. علشان يحاصروا أهدافهم فانن بيقفل أبواب كابينة التلفريك، وده بيسمح للحراس إنهم يكسروا النوافذ بسيوفهم. بعد كده برجن بيصرخ على درو علشان يستخدم نصله للهروب، وبعد ما بيقطع حبل الدعم بيتسبب في سقوط الكابينة كلها في المية في قاع النهر. المتحول بيكسر جزء من أجزاء التلفريك وده بيسمح له ولجريتشن بالهروب، بس لما بتلاحظ إن هيكتور لسه محبوس البنت بتجري علشان تنقذه. لما بيوصلوا لقارب صغير البنت بتحاول تهدي اخوها اللي بيصحى خايف، وعلشان ما يمسكوش درو بيجدف بأسرع ما يمكن. في نص الرحلة المغامرين بيبدأوا يسمعوا أصوات حوالين الغابة، وهيكتور بيقول لهم إنهم داخلين واحدة من أخطر الغابات في المنطقة. قبل ما يرسوا جريتشن بتقرر تهرب مع الذئب، وفي ثواني قليلة بينتهي بيها الأمر إنها بتقع وقعة جامدة جدا وهي واقفة قدام تعبان سام. درو بيساعدها تقوم وبيشوط الحيوان بعيد، لكن البنت بتوبخه وبتقوله إنها فوتت أهم يوم في حياتها. بعد شوية التلاتة بيلاقوا حظيرة علشان يقضوا فيها الليلة، بس في اللحظة دي المتحول بيبدأ يسمع نداء استغاثة وبيدرك إن تاجر على وشك إنه يقع في النهر. درو بينقذ الفلاح بقوته كذئب، والراجل بيكون مبسوط جدا لما بيكتشف ان الذئاب رجعت تاني. لما بيرجع ناحية الحظيرة الشاب بيدرك ان جريتشن ربطت هيكتور اللي قررت تسافر لوحدها براكن هول على الرصيف. البنت بتتفاجئ بمجموعة من البدائيين اللي بيقبضوا عليها بسهولة وبياخدوها لمركز غابتهم. لما الشباب بيدركوا ان جريتشن اتمسكت بيقرروا يروحوا لمعسكر الوحشات، وهناك بيكتشفوا ان اعدائهم بيجهزوا طقس شرير عظيم. بعد شوية الاتنين بيقابلوا زعيم القبيلة اللي بيحاول يهاجمهم تحت صخرة طقسية كبيرة. درو بيلاحظ ان الصخرة ممكن تسحقه، فهيكتور بيرمي نفسه ناحية صاحبه وده بيتسبب في القضاء على الوحش بالصخرة. علشان يقدروا يعرفوا فين جريتشن اتاخدت الشاب بيقرر يعمل طقس استحضار الأرواح، وبعد ما بيجهز الرمز بيبدأ تعويذته اللي بتتسبب في قيام الوحش وإجابته على أسئلته. البداية بيكشف إن البنت اتاخدت لشجرة التضحية علشان تاكلها الآلهة فا، ودي بتكون متحولة تعبان عمرها ما رجعت لشكلها البشري علشان تمتص قوتها. بكده هيكتور بينهي طقسه، بس وهما ماشيين واحدة من الشموع بتنور وبتعيد الوحش للحياة. بعد كده درو بيضرب السيف على الوحش، ودلوقتي وهم آمنين بيجروا علشان ينقذوا جريتشن. لما بيوصلوا المكان الذئب بيجري علشان يحل صاحبه، بس في اللحظة دي هيكتور بيتفاجئ بعنكبوت ناسك بيهجم عليه. الشاب يائس وبيحاول يهرب في الضباب، وقبل ما الوحش يقدر ياكله بيقرر يهرب، ودرو بيستنتج ان حاجة اقوى بتقرب. الشباب كانوا خايفين وبيجهزوا لمحاربة فا، وقبل ما يقدر هيكتور يرد الوحش بيمسكه. بعد شوية درو بيتلقى ضربة من التعبان الشرير اللي بيرميه بعيد وبيفقده الوعي. جريتشن مرعوبة وبتجري تحاول تصحي الشاب، بس في اللحظة دي فا بتظهر من الضباب، وبعد ما بتاخد سيف الذئب البنت بتقرر تواجه الآلهة. بتستغل انشغال الوحش العملاق اللي بيحاول يمسك درو. الشابة بتعمل جرح بسيف كاستل لوبو اللي بيفتح جرح ضخم في الوحش. درو غضبان جدا من كل اللي بيحصل لأصحابه وبيغلبه الكره وبيتحول لشكله المستهزئ بالكامل،
وده بيسمح له بمهاجمة فا بكل قوته. جريتشن بترمي السيف على الذئب، وبعد ما بيجرح الآلهة السيف بيتشبث برقبتها وبيطلق عضات قوية حوالين جسمها، وبفضل كده هيكتور بيتحرر والاتنين بيهربوا. درو بيقضي على التعبان العملاق بأنيابه. بعد ما أنقذوا جريتشن الشباب بيقرروا يمشوا، بس في اللحظة دي الشاب بيبدأ يحس بإحساس غريب، وأصحابه بيلاحظوا إن السم من التعبان الشرير، فبيقرروا يسافروا لأقرب قرية. ودرو بيترعب لما بيكتشف إنهم بيرجعوا لقرية بيته. في نفس الوقت هيكتور بيلاحظ بقع على إيده، وبيكتشف إنه بفضل فشل الطقس انتهى بيه الأمر إنه يتعلم بعلامة زعيم البدائيين. الصبح الدوك بيرجن بيجهز محاربينه علشان يصطادوا درو نيابة عن الملك ليوبولد، ولما بيلاحظ وجود بنته بيقول لها إنها مش هتشارك في المهمة. ويتلي كانت غضبانة وبتقوله إنها عارفة الغابات أحسن من أي حد، بس الراجل بيرفض يسمعها وبيطلب منها ما تحاولش تعصاه تاني. في قرية ميسيلانيا التلاتة بيبدأوا يدوروا على السكان، وبيكونوا متلخبطين لما بيلاحظوا إن المنطقة كلها شكلها فاضي. بعد كام دقيقة من التحقيق الشباب بيلاقوا الحمال هامل اللي أول ما بيقابل درو بيبدأ يصرخ بيأس علشان الحراس يسمعوه. الشاب متلخبط وبيسأل ليه الفلاح بيعمل كده، والراجل بيكشف إن بفضل ظهور المستذئب القرية كانت هدف لعقاب كبير من اللونين اللي قضوا على سكان المنطقة كلهم وعجبوهم. أول ما درو بيسمع كده بيغضب، والمجموعة بتقرر تهرب علشان الحراس ما يمسكوهمش. وبعد ما بيوصلوا للجبال الذئب بيدرك إن حد بيراقبهم، وبعد شوية التلاتة بيوصلوا البيت المتحول القديم، وبيكون محطم لما بيشوف ان المكان كله اتدمر تماما على يد اللونين. درو بيتذكر مخبأ كانت امه عاملاه في الكوخ، وقبل ما يقدر يشوفه المجموعة بتتفاجئ بأوين اللي بتحاول تهاجمهم. بعد كده هيكتور بينزع سلاح البنت وبيتفاجئ ان صديقته القديمة لسه عايشة. وهو بيدور على اسرار والدته المحارب بيغضب اكتر واكتر لان مفعول السم بيخلي حالتها العقلية اسوأ واسوأ. في برين هولم فينسنت بيكشف انه استلم اذن الملك علشان يتجوز ويتلي، واول ما بيرجن بيسمع كده بيغضب لان الراجل بيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يبقى ملك قبل اخوه هيكتور. رغم كده ابن البارون بيقول انهم لازم يفضلوا حلفاء لانه عارف انه اللونين بيكرهوا اي حد مش عنده ولاء كامل ليهم. كوخ اللي في الجبال الشباب بيبداوا يخافوا من نوبات غضب درو، وعلشان يهدوه جريتشن بترفض صديقها، وده بيتسبب في ان سلاحه بيقع. واحده من طوب المدفأة بتقع وبتكشف عن صندوق ثابته تالي. اول ما هيكتور بيفحص الحاجات بيدعي ان في هدايا سابها قادة كل من المتحولين علشان تكون بمثابه رموز حمايه طول حياتهم. بالاضافه لكده الشاب الساحر بيقوله ان مرشد درو السابق ما كانش غير الكونت فيجا زعيم القراصنه اللي نفاه الملك ليوبولد بعد سقوط الذئب. علشان كده المجموعة بتقرر ان عندهم هدف جديد، وعلشان ينقذوا العالم من براثن اللونين بيقرروا ينطلقوا في مغامرة بحثا عن الكونت فيجا العظيم. وبكده بتخلص السلسلة دي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة علشان تشوف ملخصات اكتر للسلاسل اللي جاية.